أما بعد معشر الصائمين، هناك أخطاء يقع فيها بعض الصائمين، فلنسمع أيها المسلمون إلى هذه الأخطاء لنحذر منها وحتى لا نقع فيها. عرفت الشر لا للشر لكن لتوقيه، ومن لم يعرف الخير من الشر يقع فيه. وحذيفة رضي الله عنه كان يسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الشر والناس يسألونه عن الخير، قال مخافة أن يدركني، أي ذلك الشر. من هذه الأخطاء أيها الناس التي يقع فيها بعض الصائمين: الخطأ الأول التأخر عن صلاة المغرب، بل ربما بعضهم تفوته صلاة المغرب. وما هو السبب؟ إن السبب في ذلك أيها الناس لهو التوسع في مائدة الإفطار. التوسع في مائدة الإفطار يجعل الصائم يتأخر عن صلاة المغرب، وربما تفوته صلاة المغرب. ولننظر أيها الناس إلى هدي نبينا صلى الله عليه وسلم في شأن الإفطار في هذا الشهر المبارك. كيف كان صلى الله عليه وسلم يفطر في رمضان وهو أسوتنا وقدوتنا عليه الصلاة والسلام. أخرج الإمام الترمذي من حديث أنس رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يفطر قبل أن يصلي، أي صلاة المغرب، يفطر على رطبات، فإن لم تكن فتميرات، فإن لم تكن حسوات من ماء. هذا هو هدي النبي عليه الصلاة والسلام، يفطر قبل أن يصلي صلاة المغرب على رطبات قليلات، فإن لم يجد رطب أفطر على تميرات، وإلا حسوات من ماء. هذا هو هديه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فلا ينبغي للصائم أن يتوسع في مائدة الإفطار حتى يتأخر عن صلاة المغرب أو تفوته صلاة المغرب. هذا أمر آخر أيها الناس، لنعلم أن التوسع في مائدة الإفطار، وإذا كان الصائم في حال إفطاره يكثر من الأكل ومن الشرب أثناء الإفطار، هذا خطأ من الجانب الصحي، من الناحية الصحية. نبه أهل العلم على هذا، أن هذا ليس من باب الصحة، فإن المعدة أيها الناس قد صارت خاوية، قد صارت ضامرة، فتحتاج إلى الأكل شيئا فشيئا. أما أن يكثر الصائم من الإفطار ومن تناول المأكولات والمشروبات، نعم هذا يؤثر بصحته، شعر أو لم يشعر. نعم أيها الناس عباد الله. ولقائل أن يقول: الرسول عليه الصلاة والسلام قد قال: لا صلاة بحضرة طعام ولا وهو يدافعه الأخبثان. وقال صلى الله عليه وسلم: إذا قدم العشاء فابدأوا بالعشاء قبل صلاة العشاء. فنقول: نعم هذا قاله النبي عليه الصلاة والسلام. ولكن أيها الناس، الجمع ممكن أن يتناول الصائم ما تيسر حال إفطاره، ثم يبادر إلى صلاة المغرب، وبعد أن ينتهي من الصلاة يتناول ما شاء ويأكل ما شاء. فالجمع ممكن. هكذا أيها الناس عباد الله. وقد سمعت هدي النبي صلى الله عليه وسلم كيف كان يفطر عليه الصلاة والسلام. فنعم إخواني في الله، هذا هو الذي ينبغي للصائم إذا أفطر أن يتناول شيئا يسيرا، أولا اقتداء بالنبي عليه الصلاة والسلام، ثانيا حتى لا تفوته صلاة المغرب ولا يتأخر عن هذه الصلاة. وهدي النبي صلى الله عليه وسلم
بإجماع العلماء تعجيل صلاة المغرب. ثالثا حتى لا يؤثر على صحته ومعدته شعر أو لم يشعر.